اللي بيشتغل في المشرحة بيشوف حاجات صعبة وحاجات العقل البشري ما يقدرش يستوعبها، لكن اللي حصل في الليلة دي عمره ما يتنسي. في مستشفى حكومي قديمة، المشرحة بتاعتها معروفة إنها مسكونة من زمان، وهناك كان شغال فرد أمن اسمه سعيد. سعيد راجل بسيط بيشتغل عشان ياكل عيش، لكن الليلة دي كانت بداية كابوس ما كانش يتخيله. الجو كان شتوي، المطر بينزل بشدة ويخبط على شبابيك المستشفى، والهواء كان بيصفر كأنه أصوات صراخ جاية من بعيد. سعيد كان قاعد على كرسي خشب قدام باب المشرحة، في إيده كوباية شاي نصها فاضي، واللمبة النيون فوق دماغه بترعش تنور وتطفي بشكل مرعب. حوالي الساعة 1 بعد نص الليل دخلت عربية إسعاف بسرعة، وصوت الكلاكس قطع سكون المكان. نزل منها 3 مسعفين شايلين نقالة وعليها جثة متغطية بملاية سودة. سعيد واقف مصدوم لأنه متعود يشوف الجثث الصبح مش في نص الليل. المسعف كان متوتر جدا، بص لسعيد وقال له بسرعة: افتح يا عم سعيد، افتح بسرعة، لازم تتحط في التلاجة دلوقتي. سعيد فتح الباب الحديد والريح دخلت مرة واحدة، ومعاها صوت شبه صرخة مكتومة كأن المبنى نفسه بيتوجع. وهم بيدخلوا الجثة سعيد شم ريحة غريبة، ريحة ما شافش زيها قبل كده. كانت خليط بين لحم محروق وبلاستيك سايح. الملاية بدأت تطلع دخان خفيف، ولما نور النيون وقع عليها بين لون اسود محروق خارج من اطرافها. سعيد اتنفض وقال للمسعف: ايه اللي حصل لها؟ المسعف ما بصش حتى، ورد بصوت مبحوث وقال: ست اتحرقت في شقتها، جارها شافها بتصرخ من البلكونة قبل ما تقع، جسمها كله كان شعلة نار. بعد ما قفلوا باب التلاجة عليها، سعيد لمح حركة صغيرة تحت الملاية كأن صدرها بيتنفس. وقف يتأكد، لكن المسعفين شدوه وقالوا: محدش يقرب منها، خلاص ماتت. بس سعيد حلف إنه شافها بتتحرك، ومن اللحظة دي بدأ الكابوس. بعد ما قفلوا باب التلاجة، سعيد فضل واقف قدامها، عينه ما فرقتش الرقم المكتوب على الباب المعدن. الجو جوه المشرحة كان أبرد من بره، لكن سعيد حس بعرق بارد بينزل من جبينه. اللمبة النيون فوق دماغه كانت بتطفي وتنور، وفجأة سمع صوت طق جوه التلاجة كأن حد بيخبط من جوه بالراحة. سعيد اتراجع خطوتين وقال بصوت واطي: يا ساتر يا رب، يمكن وهم. لكن الصوت اتكرر، المرة دي أقوى. طق طق. سعيد مد ايده ناحية الباب الحديد، بس قبل ما يلمسه سمع صوت نفس تقيل بيسحب هوا ويطلعه، كأن الجثة جوه عايشة ولسه بتتنفس. عينه وسعت وإيده وقفت في نص الطريق. فجأة الملاية السوداء اللي جوه التلاجة اتحركت حركة خفيفة، وكأن الجثة بتحاول تقوم. سعيد جاري لورا وهو بيصرخ: مستحيل، دي ماتت، أنا شفتها محروقة. صوته بدأ يرتجف. باب التلاجة طق فجأة لوحده، وابتدى يفتح شوية شوية وهو بيصرخ بصوت مكتوم صامت. سعيد واقف متسمر مكانه، ما قدرش يتحرك، كل عضلة في جسمه اتجمدت. ولما الباب فتح نص فتحة ظهر جزء من الجثة، ايد سودة متفحمة، أصابعها متكسرة لكنها بتقرب عليه. سعيد شهق بصوت عالي ولقى نفسه بيتراجع ناحية الكرسي الخشب وبيقع عليه. والصوت اللي كان جاي من جوه المشرحة اتغير، ما بقاش مجرد ريح، بقى زي همهمة، كأن عشرات الأصوات بتضحك وبتبكي في نفس اللحظة. ساعتها سعيد فهم إن الليلة دي مش ليلة عادية، وإن الجثة اللي دخلت المشرحة ما كانتش جثة عادية. الجثة بدأت تتحرك أكتر،
إيدها خرجت كلها من التلاجة، وصوت تكسير العظم ملى المكان، كأن العظم بيتفتت جوه اللحم المحروق. سعيد حاول يصرخ بس صوته اختفى، كأن في حاجة خنقت حنجرته. الجثة رفعت راسها ببطء، والملاية السوداء وقعت عن وشها. وش مش طبيعي، نصه محروق والنص التاني متشوه، وعينيها سودة بالكامل. بص عليه مباشر. سعيد رجليه اتسمرت في الأرض، ونفسه بقى تقيل، والجو حواليه بقى خانق، والبرد اتحول لحر نار خانق. الجثة حركت شفايفها وطلع منها صوت غليظ متقطع، وقالت: مش ميتة. الأصوات حواليه زادت، ضحك، صريخ، عويل، كأن المشرحة كلها اتفتحت على عالم تاني. فجأة اللمبة النيون فرقعت بصوت عالي، والمكان غرق في ضلمة تامة. وفي آخر لحظة قبل ما الضلمة تبلعه، سعيد شاف الجثة طالعة من التلاجة، ايديها ممدودة عليه، وجسمها بيتحرك بخطوات غريبة، وكل خطوة معاها صوت عظمي بيتكسر. وساعتها المشرحة كلها اتملت بصريخ سعيد. سعيد واقع على الأرض، ايده بتترعش، بيحاول يقوم لكن رجليه مش شايلة جسمه. الجثة بتقرب خطوة ورا خطوة، وصوت العظم بيتكسر زي خشب بيتفتت تحت رجلها. عينيها سودة، سودة بالكامل، مركزة عليه، ونفسها تقيل، بيطلع معاه الصفير، ريحة نار مطفية بتخنق المكان. سعيد بيزحف بعيد، ايده مسكت الكرسي الخشب، جره ناحيته، لكن الكرسي وقع وصوته دوى، والصدى رجع كأنه جاي من تحت الأرض. فجأة التلاجات اللي وراها ابتدت تخبط، طق طق طق، كأنه جثث تانية صحيت جوه. الأصوات رجعت، ضحك، بكا، صريخ، وصوت ستات بتولول، وصوت عيال صغيرة. المشرحة اتحولت لساحة جحيم. سعيد غمض عينه وصرخ: يا ساتر يا رب نجيني. لكن لما فتح شافها واقفة فوق راسه، ايدها ممدودة لوشه، وصوابعها متفحمة بتقرب منه بسرعة. الهواء أتقل، الريحة خنقته، صدره بيقفل كأنه روحه بتتسحب بره. وفجأة اتكلمت تاني بصوت غليظ تقيل طالع من بطن الأرض: انت اللي فتحت الباب، دلوقتي لازم تدفع الثمن. سعيد اتشد فجأة لقدام، قوة خفية جرت جسمه ناحية التلاجة. باب التلاجة فتح بعنف، دخان اسود تقيل طلع من جوه يلف حواليه زي تعابين نار ويشد جسمه جوه. سعيد بيحاول يقاوم، ايده بتخبط في الأرض، صوته بيتقطع: سيبوني سيبوني. لكن الأصوات كلها اندمجت في صرخة واحدة، صرخة طويلة مرعبة غطت على كل حاجة. وفي ثانية نور النيون ولع تاني. المشرحة رجعت ساكتة، لكن سعيد اختفى. الكرسي الخشب واقع، كوباية الشاي مكسورة، باب التلاجة مقفول وعليه مكتوب بخط متفحم معنى: بعد ما الضحكة وقفت هو اختفى، مكانه فاضي كأنه ما كانش موجود من الأصل. ساعتها الباب اتفتح فجأة، المسعفين دخلوا بسرعة، عيونهم بتدور حوالين المشرحة، مندهشين من الصمت اللي مغرق المكان. واحد فيهم همس للتاني: هو مش قالوا إنه هنا؟ طب فين؟ خطواتهم تقيلة، أنفاسهم متقطعة، والجو أبرد مع كل ثانية. وفجأة خبط خفيف جاي من جوه التلاجات، طق طق طق. الصوت بيزيد كأنه حاجة عايزة تخرج. المسعفين اتجمدوا في مكانهم، ايدين بترتعش وكشاف بينور ويرتعش على باب التلاجة. واحد فيهم مد ايده، الباب اتفتح ببطء، وصوت صرخة مدوية
ملت المشرحة كلها. صرخة مش بشرية، صرخة جاية من جوه التلاجة نفسها. بعد ما دخلوا المسعفين لقوا منظر ما يتوصفش. جوه التلاجة القديمة اللي في آخر طرقة المشرحة كان سعيد جثته متخشبة وعينيه مفتوحة على الآخر، مفنجلة كأنها شايفة حاجة إحنا مش شايفينها. المسعفين اتجمدوا في مكانهم، إيد سعيد متشققة كأنه كان بيحاول يخرج من جوه التلاجة وهو عايش. ساعتها اتصلوا بالشرطة على طول وجت قوة تحقق. أول ما بدأوا يسألوا زمايله، واحد منهم كان مرعوب، ما تكلمش في الأول، لكن بعد ما ست كبيرة وقفت بره المشرحة قالت إنها كانت عارفة سعيد، وقالت كلمة قصمت ظهر الكل. قالت الست دي كان اشتغل معاها قبل كده، كانت دجالة بتستخدمه في أعمال سودة، وسعيد كان بيحاول يبعد عنها، لكن واضح إن اللعنة لحقته. الشرطة وقفت مذهولة، زمايله بقوا يبصوا لبعض مرعوبين، وكل واحد فيهم بدأ يحس إن اللي حصل لسعيد ممكن يتكرر معاه. لكن أكتر حاجة وقفت الدم في العروق إن التلاجة اللي لقوا فيها جثة سعيد كانت مفصولة من الكهرباء بقالها سنين. بعد ما الشرطة خلصت المعاينة، المشرحة رجعت هادية زي الأول، بس الهدوء ده ما كانش مريح. كان في ريحة غريبة مالية المكان، ريحة حريق. العسكري اللي كان واقف على الباب شاف دخان خفيف طالع من آخر طرقة، ولما قرب لقى واحدة قاعدة في الركن، هدومها كلها محروقة، شعرها متفحم، وشها مش باين غير عينيها حمرة بتلمع في الضلمة. العسكري قرب أكتر، وقبل ما يمد إيده سمع صوتها خشن بيضحك ويقول: أنا ربحة ولسه ما خلصتش. وفي لحظة اختفت. ومن اليوم ده كل اللي بيشتغلوا في المشرحة أقسموا إن الليلة دي ما كانتش عادية، وإن روح ربحة لسه بترفرف حوالين الجثث مستنية ضحايا جداد.